بيبدأ الفيلم في عرض البحر وبنت بتغني وهي بتصطاد سمك كتير وبتنزل على المرسى علشان تبيع السمك للصيادين اللي بيبيعوه في مزاد. واحد منهم بتتعامل معاه بيطلع بخيل جدا والتعامل معاها صعب قوي. بعدها بترجع لابوها واخوها وبتقول لهم على الموقف اللي حصل بينها وبين الراجل ده، وبيتكلموا انهم يحاولوا يشتغلوا لوحدهم وبيفتكروا صيادين حاولوا يعملوا كده بس الموضوع منفعش. وبتسلم روبي عليهم وبيقول لها ابوها انها ما تنساش ميعاد الدكتور، وبتروح على مدرستها بالعجله بتاعتها واللي شاطره جدا في سواقتها، وبتنام في الحصه من كتر التعب والارهاق عشان بتساعد اهلها في الصيد في البحر. بعدها بتتكلم مع صاحبتها، اثناء ما هما بيتكلموا بتيجي واحده من زمايلها في المدرسه وواضح انها بتكرهها وتنكح حبتين، وبتكلم صاحبتها وبتقول لها مفيش حد شامم ريحه سمك وحشه كده، وهي بالاساس بتقصد روبي بالكلام ده وكانت بصلها وهي بتقول كده. بعدها بتطلع روبي من المدرسه بتلاقي باباها ومامتها منتظرينها عشان يروحوا للدكتور، بس صوت الاغاني اللي مشغلينه في العربيه بتاعتهم عالي جدا بتنبههم لده، ومامتها بتقول لها انه لازم كانت تغير هدومها وده عشان ريحه الهدوم زفره جدا من السمك. وبرضه باباها بيقول لها انه بيحب الراب جدا وبيحب يكون الصوت عالي جدا جوه العربيه وهو بيسوق. بيروحوا للدكتور واللي بيكشف عليهم وبعده بيقول لهم ان عندهم حساسيه ومحتاجين علاج مكثف لمده اسبوعين وما ينفعش يتغير العلاج باي شكل من الاشكال. بيرجعوا على البيت وبتحاول روبي انها تذاكر وبتبقى مش عارفه تذاكر اي حاجه ولا حتى تركز خالص من صوت الدوشه بتاعتهم، فبتقرر انها تلاقي حل وانها بتحط سماعه في ودنها عشان تعرف تذاكر. بتقول لها مامتها تشيل السماعه عشان ده غلط. واول ما بيتجمعوا على العشاء اخوها بيفضل يتصفح برنامج تندر وهو مبسوط قوي، بس بتعترض روبي على كده وبتقول لمامتها ازاي عندك مشكله في سماع المزيكا بتاعتي لما بحط السماعه في ودني، لكن تندر اللي عمال لي واخوها يتصفحوا على الاكل مفيش فيه اي مشكله ولا حتى معترض عليه. بنرجع للمدرسه تاني يوم وبيجي لهم مدرس موسيقى وشكله شاطر جدا وصارم عشان يحدد طبقات صوتهم، وبيختبر كل زمايلها وبسرعه جدا بيعرف يحدد طبقه صوتهم من غير ولا غلطه. ولما بيجي الدور على روبي بتتوتر وبتهنج وبتسكت عشان بتلاقي نفسها ما بتعرفش تقول اي حاجه، وبتجري تروح عند بحيره في مكان هادي وفاضي خالص وبتبدا تغني وبيطلع صوتها حلو جدا ومميز ومؤثر لابعد حد. بترجع على البيت وبتعرف ان في مشكله بين باباها ومامتها، وان مامتها لما جت تستعمل الكريدت كارد اترفضت منها وهي مش عارفه ايه السبب ان ده يحصل. فبيقول لها باباها ان مفيش فلوس وان ضروري يوفر كل مصاريف مركب الصيد والصيانه بتاعتها عشان يقدر يستمر، وان الحقيقه مفيش معاهم فلوس. وبتقول له مامتها انهم لازم يلاقوا اي حل لان الوضع ده صعب انه يستمر، وانهم مثلا يعني ممكن يبيعوا المركب. بيقول لها ان ده صعب والسبب انه للاسف ما بيعرفش يعمل اي حاجه تانية غير مهنه الصيد اللي يعتبر محترف فيها وبيشتغلها من زمان وما يعرفش غيرها شغلانه ممكن انه يشتغلها. بترجع تاني لاستاذ المزيكا واللي اسمه استاذ في، وبتقول له انها اتوترت من زمايلها عشان منهم ناس اتريقت عليها واستهزأت بيها قبل كده، وبيقول لها انت فعلا يعني شاطره في الغنى ولا ده مش حقيقي؟ بتقول له انها فعلا شاطره في الغنى وبتعرف تغني كويس، وبيكون رده عليها انه بيقول لها اوكي ميعادنا وقت الحصه الجايه. بترجع على البيت مع صديقتها وبتقول لها مامتها انها تتصل بجدتها، وبتفضل مع صديقتها شويه وبتسمعها تراك مزيكا بتحبه جدا، لكن صاحبتها بتتضايق منه وبتستغرب قوي هي معجبه بالتراك الغريب ده ليه واللي شكله تراك مزيكا من اسطوانه لقيتها في الزباله. تاني يوم في الحصه بيجي الدور على روبي في الاداء، وفعلا روبي بتعمل فرق كبير وسط زمايلها في موضوع الغنى وبتغني كويس جدا لدرجه ان استاذ فيه بيعجب جدا بصوتها وادائها، وبيقرر ان يختارها ويختار كمان واحد من الطلاب اسمه مايلز، وبيقرر انهم يكونوا دويتو في حفله هو بيرتبها ومسؤول عنها، ومهم بالنسبه له ان يلاقي اصوات كويسه وقيمه زي اصوات روبي ومايلز. بترجع المكان اللي بيصطادوا فيه وبتلاقي اخوها بيفاصل مع مشتري، بس المشتري ده باين انه نصاب وعمال يفاصل مع اخوها ليو. بتدخل في مناقشه بين المشتري النصاب وبين اخوها، وبتقول لباباها ان يبعد عنهم ويغير الطريقه اللي بيبيع بيها السمك اللي بيصطادوه من البحر. ولما بيسالها مين هيبيع السمك اللي احنا هنطلعه من البحر واحنا مرتبطين بنظام المزادات واللي كل الصيادين اللي هنا ملتزمين بيه وما ينفعش انهم يغيروه، بتقول له ان هي واخوها هم اللي هيغيروا الطريقه دي ومش هيلتزموا بفكره المزادات دي خالص. بس باباها بيتضايق وما بيقتنعش بالكلام ده وبيسيبهم وبيمشي. تاني يوم بيتكلم مدرس المزيكا مع مايلز وروبي عشان يغنوا الاغنيه قصاده، ويلاقوا طريقه الاداء بتاعتهم مش فعاله خالص ولا في اي تناغم بينهم في الغنى، وبيكتشف انهم ما اتدربوش عليها سوا خالص وان الاداء مفيش عليه اي بروفا قبل الغنى، وبيحاول يكسر الجليد بينهم عشان يعرفوا يغنوا الاغنيه كويس ويقدر ينجح بيها في الحفله اللي بيرتب لها، وعاوزها تطلع في احسن شكل ممكن. وبيقول لها انها موهوبه وشايف فيها موهبه قويه جدا بس للاسف محتاجه تدريب كتير، وانه هيساعدها في الحكايه دي وهيدربها على الغنى كويس جدا كل ايام
الاسبوع، حتى في ايام الاجازه مستعد انه يدربها، بس هي كمان لازم تكون مستعده للتدريب الكتير ده وتلتزم بمواعيد التدريب بتاعته كلها عشان توصل للمستوى اللي يليق بموهبتها في الغنى. بنرجع لمكان الصيد وبيدور حوار بين اخوها ووالدها، وبيتكلم فيه اخوها عن انه متضايق جدا من طريقه البيع بتاعت السمك اللي بتحصل في المكان ده، وانهم مضطرين يستسلموا لحكايه المزادات واللي بتتحكم في تعبهم وبيشتريه الناس بسعر ضعيف جدا. وبيقول له نقدر نبقى كيان لوحدنا ونتحكم في بيع السمك اللي بنصطاده ونكسب منه كويس ويمكن اكتر بكتير من المبالغ اللي بيبيعوا بيها دلوقتي. وبيقول له بابا ان لازم ياخد باله من اللي بيحصل حواليه هنا، وان كل اللي هنا بيكرهوا ويتجنوا حاجه اسمها ناس صم وبكم هنا، وبيكونوا منبوذين ومحدش عاوز يتكلم او يتعامل معاهم خالص، وبيسيبوا اخوه عشان يروح بار ومش بيكون مقتنع بكلامه. بس بتحصل بينه وبين واحد مش اصم خناقه كبيره جدا، والسبب بيكون الشخص اللي ضايق ليه وتعمد انه يهينه عشان هو اصم ومش هيلاقي حد يتعاطف معاه او يقف جنبه في المشكله دي مهما حصل. بيروح مايلز على بيت روبي عشان يتمرنوا على اغنيه زي ما طلب منهم الاستاذ في، وقال لهم ان ده لازم يحصل عشان يبان في الاداء بتاع الاغنيه وقت الحفله قصاد الجمهور. وبيعملوا بروفا حلوه، مش بيصدقوا انهم قدروا يلعبوا بالاحتراف والتناغم والاتقان ده كله، بس للاسف الامور مش بتكمل بشكل كويس، وده لان بيحصل تاتش بينهم بسبب ان مايلز حصل منه تصرف مش ظريف، وانه اتكلم مع اصحابه عنها بشكل مش حلو خالص. وبيقول لها كنا بنهزر يعني، بتروح تكمل تدريب على الاغنيه مع مدرب المزيكا الاستاذ فيه وبيكون مبسوط من ادائها في الغناء. بنروح بعد كده لاجتماع معمول للصيادين عشان قرار انهم يخلوا على كل مركب مراقب صيد يعرف كميه السمك بالظبط على كل مركب، وبيعترض فرانك ابوها على القرار وبيقول له احنا صيادين من زمان وان القرار ده مش هيكون مفيد خالص لاي حد، وبيقرروا يعملوا دعايه خاصه بيهم في مزاد الصيد، وبعدها بياخدوا مكان يكون محل لبيع الاسماك باسمهم هم بس. في نفس الوقت روبي ادائها الغنائي بيتطور فعلا بشكل كبير بمساعده مدرب المزيكا اللي مبسوط جدا من ادائها. بيحاول مايلز يصالح روبي ويقول لها ان ده كان هزار مش مقصود، وانه شايفها افضل منه في كل حاجه، في صوتها وتعاون اهلها مع بعض وحاجات كتير حلوه في حياتهم. بتجهز نفسها عشان ميعاد التدريب، ومامتها بتقول لها ان قناه تلفزيون جايه تعمل معاهم حوار، وبتتاخر على التدريب بتاع استاذ فيو. لما بتروح له على البيت مش بتلاقيه، بتروح له المدرسه وبتلاقيه متضايق جدا منها، وبيحصل مناقشه صعبه بينها وبين عائلتها انهم عاوزينها تترجم لغه الاشاره للناس، وهي عاوزه تكمل اختبارات جامعه بريكلي وتكمل ناحيه المزيكا. تاني يوم بيكمل فرانكو وابنه الصيد في البحر، وبيطلع معاهم مراقبه وبتعرف انهم صم، وبيلغوا رخصه الصيد بتاعتهم وانهم السبب في ده، وبتقول لهم انه مش غلطتها، كان لازم يكون في مساعد معاهم غيرها. بيتحاكموا وبيتكرر عليهم غرامه، وبيعرفوا انه ما ينفعش يرجعوا البحر تاني الا لو معاهم شخص بيسمع يترجم لهم. بيفكر باباها ان بيع مركب، وبتقول لهم انها هتكمل معاهم على المركب عشان صعب يكملوا من غيرها، وهتاجل دخولها للجامعه، بس بتضايق اخوها جدا من ترددها ورد فعلها الغريب. بعدها بتدور عليه وبيقول لها انه عارف انها موهوبه في الغنى لازم تكمل، وهم لازم يخلوا الناس تعرف تتعامل مع الصم. وبيجي معاد حفله الخريف اللي كان بيرتب لها الاستاذ فيه، وبتيجي عيله روبي كلها تتفرج عليها وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعد الحفله بتعرف روبي على الاستاذ فيه وبيرحب بيهم، وبيحصل سوء تفاهم، وبيقول لها تترجم لهم ان بنتهم موهوبه ولازم تدخل اختبارات الجامعه، فبترجم نص الكلام ومش بتترجم جزء الجامعه ده، وبتشكر الاستاذ فيه. ولما بيرجعوا البيت بابا بيقول لها غني لي، وبيحس انها موهوبه فعلا. وتاني يوم بيصحيها عشان كلهم يوصلوها للجامعه عشان تأدي الاختبار هناك، وفعلا بتدخل الاختبار وبيكون صعب شويه بس بتجتهد جدا فيه، بتنجح في الاختبارات بتاعه الجامعه وبيفرح جدا بيها الاستاذ فيه، وبيخلص فيلمنا لحد هنا.